السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة تغطيتنا الخاصة وأخبارنا اللي احنا بنجيبها أول بأول عشان نتابعكم ومنسيبش حد عنده تسائل إلا لما نجاوب عليه. فعشان كده لو عايز تقدر كل ده ما تنساش تضغط زر لايك تشجيعا بس مش أكتر. ولو انت عايز تتابع كل جديد في التعليم أو الأخبار ياريت تشترك في القناة أو تعمل سابسكرايب يعني. طيب، دلوقتي في طلاب تانية ثانوي وتالتة ثانوي بيسألوا أو أولى ثانوي كمان بيسألوا حاليا بعد تطبيق نظام الثانوية التراكمية وتغيير النظام كاملا وتغيير مجموع الدرجات والحاجات دي كلها بعد ما اتغيرت. لو عايز تشوفه هتلاقيه في الفيديو اللي فات او الفيديو اللي قبل ده بالظبط. كل ده بقى احنا كطلاب تانية ثانوي او اولى ثانوي او تالتة ثانوي، هيتطبق علينا الكلام ده ولا ايه بالظبط اللي هيتطبق علينا؟ بص انا هقول لك اللي هيتطبق عليك بالظبط او الحاجات اللي هتطبق عليك عشان تبقى عارف راسك من رجليك. اول حاجه هتطبق عليك وهي التشعيب. مبقاش فيه علم رياضه وعلم علوم، علمي بس وادبي بس. علمي بس وادبي بس، اللهم بلغت اللهم فقد اللهم فاشهد. فدي حاجه اكيده وانا متاكد منها. مش هيبقى في علم رياضه وعلم علوم، علمي بس وادبي بس. طيب دي حاجه. طب ايه تاني اللي هيتطبق؟ طبعا الامتحانات في الثانويه العامه الكترونيه. دي حاجة تاني. حاجة هتبقى نماذج مختلفة مش هتبقى موحدة على مستوى الجمهورية. دي حاجة تانية. تالت حاجة هتكون مقسمة إلى مجموعات، من حق الوزارة إنها تقسم الطلاب إلى مجموعات. يعني من حقها إنها تمتحن طلاب من 8 ل 10 ومن 10 ل 12 ومن 12 ل 2 مثلا. مش كل الطلاب هتمتحن في وقت واحد، وطبعا كل مجموعة من دول هيبقى امتحاناتهم مختلفة عن امتحانات المجموعة التانية. دي حاجة. ايه حاجة تاني؟ الامتحانات هتبقى إلكترونية. قصدي ام سي كيو او اختيارات، دي في الثانويه العامه. التصحيح هيبقى الكتروني، ده برضو في الثانويه العامه او في ثالثه ثانوي اللي هم السنه دي بس. مش اللي هيتطبق عليه نظام التراكميه او الثانويه التراكميه. طيب السؤال هنا بقى، انا دلوقتي في اولى ثانوي او انا في ثانيه ثانوي هيتطبق عليه النظام التراكمي؟ لا ما تقلقش، مش هيطبق عليك النظام التراكمي. اللي انا قلت لك هيتطبق عليك هو اللي انا قلته من شويه. التشعيب مش هيكون في علم رياضه وعلم علوم، علمي بس وادبي بس. كمان الامتحانات الإلكترونية وتغيير نظام الامتحان أو شكل الامتحان، ومن حق الوزارة إنها تعمل امتحان مختلف، نماذج مختلفة. وكمان إنها تعمل مجاميع مختلفة أو مواعيد مختلفة، مش كل المحافظة أو كل الدولة قصدي تمتحن في ميعاد واحد. ده كل اللي هيتطبق على أولى ثانوي وتانية ثانوي. انما التراكمي ده لا، مش هيتطبق عليكم انتوا الحمد لله يعني. نتمنى ان هو ما يرجعش في كلامه ويقول هنطبقه على تانية ثانوي ونجرب والكلام ده كله. فان شاء الله مش هيطبق عليكم، واللي هيطبق اللي انا قلته بس واللي انا وصلت لكم. اي استفسار، اي سؤال، اي حاجه انت لسه مش فاهمها، اي حاجه مش واضحه بالنسبه لك، سيبها لي في الكومنتات وانا اكيد ان شاء الله هرد عليك اول ما اشوف الكومنت بتاعك. اشوفكم فيديوهات جايه باخبار جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.